مرحبا بيك. الو. نبدأ مع رومان سايس بالتحدث عن هذا التعادل الذي أكد من خلاله المنتخب المغربي أنه يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم وقادر على مقارعة كبار العالم. فعلا أظن بأننا اليوم كنا حاضرين لهذه الدعوة. كان هناك انتظارات كبيرة جدا على هذا المنتخب المغربي، والمنتخب أبرز وجها شارقا اليوم خاصة في الشوط الأول. كان الأمر ربما أكثر تعقيدا في الشوط الثاني بصراحة، ولكن رغم ذلك بقى الفريق هادئا وحافظ على هذه النتيجة. لذا بالنسبة لمباراة الأولى أكثر من إيجابي، بل مشجع للغاية بالنسبة لبقية المسار. هذا يكون قاعدة عمل بالنسبة لما تبقى للمنافسة. نقطة جيدة لأنها تبقى نقطة ضد البرازيل الكبير. هناك الكثير من الإيجابيات يمكن أن نستنتجها من هذه المباراة، وسيمكن الفريق بالتأكيد من أن يدخل باقي المنافسة بالكثير من الثقة. كنا نتحدث عن نتابع نايف أجرد، شاهدناه قبل لحظات في اللقطات. غيابه عن تشكيل أساسي أكيد مؤثر على مستوى الدفاع المنتخب المغربي. نعم نايف بالتأكيد هو قائد الدفاع في الحقيقة، هو من يوجه ويقود هذا الدفاع المغربي. لذلك بلا شك هذه لسوء الحظ نقطة سوداء بالنسبة لبداية هذه المنافسة، إصابته، وليس إصابة حسنا لأنه لم يعد مصابا في الحقيقة، ولكن دعونا نقول بأنه ليس جاهزا بما فيه الكفاية لكي يأمل في اللاعب على الأقل في مرحلة المجموعات. ولكن عبد الصمد الزلزولي كذلك لاعب مهم جدا بالنسبة للمنتخب. على كل حال يبقى الأمر مشجعا أن نرى بأن اللاعبين الذين أخذوا الشعلة قاموا بالمهمة كما يجب، وفعلا نقطة جيدة جدا أمام منتخب البرازيل. هل شعرت كابتن محمد بأن المدربين قبلا بالتعادل، بالغا في الاحترام في الشوط الثاني وأوصلنا إلى شوط ثاني أكثر تحفظا وأقل فرص من الشوط؟ الاثنين راضيين على النتيجة. ممكن أنا أقول للمغرب شفت وجهين للمغرب. وجه كويس في الشوط الأول بكورة، وجه فيه انضباط، في ضغط في استخلاص بسرعة في وسط الملعب، التحولات السريعة. الشوط الثاني تراجع نوعا ما، قل الفريق نوعا ما من الناحية الهجومية، إنما التغييرات أعادت التوازن بالنسبة للفريق ككل. فالوجهين كويسين، وده يعني متوقع ان انت بتلعب فرقه كبيره برضه زي البرازيل. شفنا الجول الاول بثلاث تمريرات، كان عمل مميز للسايبر اللي كان اتحرك النهارده في عمق الملعب كويس قوي، امتى كان ينزل وامتى كان يروح للامام. المشكله بس كان في الناحيه الدفاعيه، وخاصه في الشوط الاول ناحيه فينيسيوس وحكيمي اللي تصدى فيها وسجل الهدف التعادل بالنسبه للمنتخب البرازيلي. انما الاداء زي ما قلت للمنتخب المغربي الوجهين مقنعين. قلت لك قبل كده يا محمد، المدرب الهجومي بيحتاج عشان تثبيت افكاره او توصيل افكاره محتاج وقت. ان انت توصل لاول مباراه في المونديال وتظهر بهذا الشكل تحسب ليه، لان الجوده الموجوده عند لدى منتخب المغرب هي جوده بالكوره. النتيجه والاداء اليوم ستعطي اللاعبين مزيد من الثقه في المدرب، في افكاره واسلوبه المختلف عن المدرب السابق، وهيقتنعوا بالافكار. النهارده شفنا ايوب اللي في نص الملعب هو والعناوي. ايوب ايه ده ما فيش ولا تمريره خطا، وبعدين متاح لكل اللعيبه لل10 لعيبه الموجودين. والعناوي استمر في التألق من كاس افريقيا. ايوه، واحد من افضل اللاعبين اتوقع على مستوى العالم اليوم في هذا المركز، حتى شادي رياض وديوب في عمق الملعب. فالنهارده البصمه دي موجوده، وزي ما قلت ما بتلعبش فرقه صغيره، فرقه كبيره زي المنتخب البرازيلي. فاعتقد الاداء مقنع، يدي الولاد ثقه، ويدي الولاد انه مقتنعين بهذه الافكار الهجوميه. زي ما قلت الشوط الاول بحاجه والشوط الثاني بحاجه مختلفه، والتغييرات برده كانت تغييرات اعاده التوازن للفريق، وفي كل الوقت تحس ان الفريق يهاجم كفريق ويدافع كفريق. فدي حته كويسه والترابط الموجود. المشكله بس ان حتى ظهر في ماتش النرويج الحاجه الجاهزيه البدنيه ممكن الشوط الاولاني اللي بيعملوه الضغط السريع والريتم السريع ممكن بيأثر على شكل. بس اليوم كنت بدنيا اعتقد المغرب افضل من البرازيل. معظم لاعبي البرازيل لم يظهروا بشكل بدني ممتاز، رافينيا ولا خط الوسط باستثناء فينيسيوس. صح، حتى معدل الاعمار، متوسط معدل الاعمار الصغير للمنتخب المغربي ده هيقنعه او هيزيده في او يتحكم في الريتم المباراه. فاعتقد ان الوجهين مقنعين وبدايه متفائله ومقنعه بالنسبه للمنتخب المغربي. العكس يمكن البرازيل فنان لم يظهر المنتخب بالاداء المقنع المنتظر من الجانب البدني باستثناء روما فينيسيوس. شاهدنا معظم لاعبي المنتخب البرازيلي في غايه البعد عن المستوى الذي اعتدنا عليه في الدوريات الاوروبيه. أعتقد نعم أن المنتخب البرازيلي من الناحية البدنية كان جيدا، ولكن ليس طيلة 90 دقيقة، وخاصة لاعبين منتصف الملعب خط الوسط. هؤلاء اللاعبين لم تكن لديهم إمكانيات قوية من الناحية البدنية، ولذلك أيضا الدفاع المنتخب البرازيلي ارتكب بعض الأخطاء. لذلك في الشوط الأول البرازيلي تعرض للعديد من الهجمات واستطاع التسجيل وإدراك التعادل من
عمل فردي لفينيسيوس جونيور. دخول فابينيو ساعد خط الوسط، ولذلك رأينا أن المنتخب المغربي عاد للوراء وسنحت العديد الفرص للمنتخب البرازيلي، ولكنها لم تنتهي بأهداف. لذلك أعتقد بأن أنشيلوتي كان من المفروض عليه أن يجعل إندريك يشارك في هذه المباراة بدلا من ماركوس كونيا. هو لاعب شاب للغاية، إندريك يملك العديد من المهارات الفنية الفردية، وكان بإمكانه تقوية خط الوسط والهجوم أفضل من ماركوس كونيا، ولذلك البرازيل كان بإمكانه أن يحرز نتيجة إيجابية بدخول إندريك. ولكن يجب أن نعلم أن منتخب المغرب منظم للغاية واستطاع الدفاع بشكل جيد، والبرازيل لم يستطيع خلق فرص أمام المرمى ولم يستطيع تسجيل الهدف الثاني. ولذلك أعتقد أن هذا التعادل عادل للفريقين، خاصة أنها المباراة الأولى لكلا الفريقين وهناك الضغط من الجماهير والضغط أن كونها المباراة الأولى. أعتقد أن المنتخب سيقوم بعمل أكبر وأفضل أمام هايتي. البرازيل تاريخيا حققت افضل انجازات فوز بكاس العالم غالبا بمهاجمين، بال3-5-2 وبال4-4-2 صار في 94 او في 2002. لعب بهذا الاسلوب مباريات الوديه، لكن الان يعود لل4-3-3. هل في رايك لا يزال أنشيلوتي يبحث عن الاسلوب المناسب لهذه العناصر من اللاعبين؟ حسن، كرة القدم تغيرت كثيرا خاصة في السنوات الأخيرة. دائما كان لدينا لاعبان في الأمام، روماريو وبيبيتو في الأمام، وكذلك بيليه وغارينش، لذلك كنا نلعب بمهاجمان. ولكن كرة القدم تغيرت كثيرا، لذلك أعتقد أن المدربون يفكرون بطريقة أخرى ومختلفة. كرة القدم أصبحت حديثة ويتوجب على المهاجمين أن يساعدوا خط الوسط، لذلك هناك مدربون يفضلون أن يلعبون ب3 لاعبين في خط الوسط و3 في الهجوم لكي يحتل مساحات كثيرة. ولذلك ربما لا نلعب بمهاجمان الآن حسب نظرة المدرب. لاعبو البرازيل يمتلكون إمكانيات ومهارات فنية رائعة، لذلك أنشيلوتي هو من حيث العمل مع البرازيل فقط له عام واحد، وأنشيلوتي من بعد هذه المباراة سيختار بين تياغو وكونيا وأيضا إندريك، وعودة نيمار ستكون مهمة للغاية خاصة لمساعدة المدرب في الخطة الهجومية. بالطبع نحن لدينا إيغور تياغو وإندريك وماركوس كونيا هم المهاجمون، لذلك يجب علينا انتظار عودة نيمار لمعرفة أين سيلعب نيمار، ويكون لدينا خط هجوم قوي للغاية أفضل من اليوم. الآن نستمع للسيد محمد وهبي مدرب منتخب المغرب متحدثا بي إن سبورتس مع باصل بعد نهاية هذا اللقاء. الشوط الاول كان استثنائيا من قبلكم. استثنائي كلا، كانت هذه الخطه نحن فعلنا ذلك سابقا، فعلناها امام النرويج وفي العديد من المرات قمنا بالاشياء كما يجب وكما خططنا لها. ولكن بالتاكيد انا واجهت كارلو انشيلوتي، لذا الامر ليس بسيطا بالمره. في الشوط الثاني اراد ان يؤخر قليلا ربما نظرا لكي يبحث عن الثنائيات في الاروقه. حاولنا ان نتاقلم مباشره كي نحاول ان نمنعهم من هذه المواجهات المباشره للاعبين مثل فينيسيوس او رافينيا. يجب ان يكون هناك لاعبان ضد لاعب كي نحميهم، وبالتاكيد مزراوي وجاب كانوا رائعين وحكيمي كذلك، ولكننا تأقلمنا مع تغييرات الخصم. كان هناك فترات كنا فيها بتكتل متأخر أغلقنا فيها المساحات في الدفاع وتركنا بعض المساحات في الدفاع، وعندما تقدمنا فعلا حاولنا. الهدف لم يكن أن ندافع 90 دقيقة. مباراة جيدة ومقنعة. المباراة القادمة أمام اسكتلندا بالتأكيد ستواصلون على نفس المنوال للحصول على نقاط الثلاثة هذه المرة. بلا شك نحن مضطرون لفعل ذلك. لم نفز في مباراتنا الأولى، سنحاول الفوز في الثانية بلا شك، ونعرف أنه إذا ما فزت في المباراة الثانية أنت شبه مترشح تقريبا، ولكن ما نريده هو أن نفوز في المباراة القادمة. سيكون هذا التحدي مختلف أمام خصم مختلف ومشاكل وحلول مختلفة عن هذه المباراة، لكن الثقة عالية. شكرا وحظا سعيدا. كان معنا محمد مدرب المنتخب المغربي. الاول لازم نعترف ان دي امتع واجمل مباراه اتلعبت لحد دلوقتي في مونديال الحوادث اللي احنا بنتفرج عليه. اي فريق بيلاعب المنتخب البرازيلي بيبقى شايل همه قوي، عارف انه هيركض واخد بالك طوال 90 دقيقه وبيدعي ربنا انه يخرج باقل الخسائر. ولكن اللي عمله النهارده المنتخب المغربي، خليني اقول لك ان خنق المنتخب البرازيلي في فترات كتير. تحس ان المنتخب المغربي النهارده دخل يفتش البرازيل مش بيلعب ضدها. شفنا النهارده من بدايه المباراه ضغط عالي من المنتخب المغربي، شفنا المنتخب المغربي صنع كذا فرصه، شفنا النهارده صبيري كان ممكن يسجل قبل الهدف اللي سجله، نفس الكلام اشرف حكيمي، شفنا كمان ابراهيم دياز. المباراه انتهت 1-1 شوط واخد بالك بالنسبه للمنتخب المغربي الاولاني كان ليه الافضليه، نفس الكلام المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني. ولكن في حاجات لازم تتحكي. اتفرجنا النهارده في اول المباراه قسما بالله انا شفت المنتخب المغربي عامل بيات شتوي في المنطقه بتاعه نص الملعب البرازيلي. في اول ربع ساعه شفنا المنتخب البرازيلي مش عارف يبني لعب. شفنا النهارده المنتخب المغربي
عمل كل حاجه يا اخوانا، ضغط مفيش اي مشكله، استحواذ واخد بالك، عمل النهارده تحولات. شفنا كمان المنتخب المغربي بالفكره اللي لعب بيها النهارده محمد وهبي، وهي المهاجم الوهمي، الراجل اللي اسمه السوبيري بيطلع يفرغ مساحات وكل شيء، وفجاه تلاقيه واخد بالك في منطقه جزاء المنتخب البرازيلي قادر ان هو يسجل وقادر انه يصنع خطوره. شفنا بعدها تنفس نوعا ما بعد اول ربع ساعه المنتخب البرازيلي وحاول ان هو يمسك الكره، ولكن جه الرد سريعا من المنتخب المغربي. فكره المهاجم الوهمي واخد بالك، الواد اللي اسمه ابراهيم دياز بياخد الكره بيدي تمريره في العمق لاسماعيل سبيري عشان اسماعيل سبيري يسجل هدف ولا اروع. قسما بالله العظيم انا قاعد بتفرج على الهدف عمال اسقف وبقول يا بخت بايرن ميونخ، لان تقريبا في كلام ان بايرن ميونخ عايز اسماعيل سبيري. شفنا بعدها المنتخب البرازيلي ما عندوش جماعيه، ولكن غابت الجماعيه، عنده برضه نوعا ما من الحلول الفرديه، والحلول الفرديه هي فينيسيوس جونيور وكابتن اشرف حكيمي. الواد ده ما تاملوش، فينيسيوس جونيور ما فيش حد ابوه وامه نفسهم مش بيامنوا له، فاشرف حكيمي واخد بالك في غفوه واحده عشان فينيسيوس جونيور يسجل هدف التعادل بالنسبه للمنتخب البرازيلي. ولكن استحواذ كان للمنتخب المغربي، تسديدات كانت للمنتخب المغربي. شفنا كمان اكس جي في الشوط الاولاني المنتخب المغربي هدف بوينت 22، اما المنتخب البرازيلي كان اقل من الهدف تقريبا بوينت 85. نيجي بقى للشوط الثاني، لقينا ان المنتخب البرازيلي حاول ان هو يقدم ضغط عالي على المنتخب المغربي. اي نعم عانى شويه المنتخب المغربي وكل شيء، ولكن المنتخب المغربي كان برضه قادر انه يطلع بالكره وقادر يوصل لمنطقه الجزاء بتاعه المنتخب البرازيلي. ولكن شفنا تالق ياسين بونو حاول النهارده يصد ويعمل كذا تصدي، ولكن الراجل اللي اسمه عيسى ديوب، مش انت يا حبيبي كان المفروض ان انت تمثل المنتخب الفرنسي؟ يعني انت جاي تنكدنا النهارده تتفرج على عيسى ديوب النهارده راح واخد بالك في هفوه دفاعيه بيمرر الكره كان قريب ليها رافينيا، ياسين بونو بيشتت الكره كتفه وجعه. ولكن شفنا النهارده المنتخب البرازيلي كان ممكن ان هو يسجل هدف في الشوط الثاني. شفنا التسديده تقريبا بتاعه العناوي في الدقيقه تقريبا 98، اليسون بيكر بيصدها بصعوبه، وكان ممكن ان المنتخب المغربي يخرج كسبان من المباراه دي. ما تستغربش، المنتخب المغربي سابع العالم، قدم مباراه كبيره وكل شيء. على مستوى الاطراف كان في تنوع هجومي، ناحيه اليمين شفنا ابراهيم دياز واخد بالك مع اشرف حكيمي، ناحيه الشمال شفنا الخنوس ومزراوي. يا جماعه عمل مباراه كبيره، بس انا جاي اكلمك على لاعب واحد، مع احترامي ان فينيسيوس جونيور خد افضل لاعب وكل شيء، ولكن في لاعب اسمه ايوب بوعدي. ايه ده يا عم ده؟ هو ده 18 سنه يا اخواتي ولا انا غلطان؟ هو ده بيلعب في نادي ليل؟ انت بتهبب ايه في نادي ليل؟ فين الانديه الكبيره من اللاعب ده؟ قسما بالله العظيم الراجل كان بيغطي كل حاجه، كان ناقص يجي يغطيني ببيتي. شفنا النهارده ايوب بوعدي ده، ايه الاتزان ده يا عمي؟ ايه الهدوء ده يا سيدي؟ ايه كده ينزل واخد بالك يستلم لعب ويشارك في بنايه اللعب ويبقى المتنفس الوحيد للمنتخب المغربي؟ خفى نص الملعب بتاع المنتخب البرازيلي، لا تقول لي بقى باكيتا ولا تقول لي كاسميرو ولا جيمارايش ولا اي شيء. شفنا النهارده اللاعب اللي عنده 18 سنه ايوب بوعدي قسما بالله قدم مباراه اسطوريه. مين افضل لاعب في المباراه يا علي؟ انا اقول لك هو الواد ده افضل لاعب في المباراه، ومكسب كبير ان هو اختار انه يمثل المنتخب المغربي. ايوب بوعدي النهارده يا شباب قدم مباراه كبيره، ايوب بوعدي تقريبا من اكتر اللاعبين اللي لمسوا الكوره. ايوب بوعدي كان بيطلع بالكوره واخد بالك كما زي ما الكتاب بيقول، تحس كده في عمليات الضغط هو اول واحد بيضغط بيطارد الكوره، تحس كمان في منطقه نص الملعب مغطيها كلها، تحس ان هو ادى الافضليه للمنتخب المغربي في معركه نص الملعب. شفنا المنتخب المغربي كان قادر انه يدي القضيه للمنتخب البرازيلي في اول ربع ساعه. انا كنت حاسس ان المنتخب المغربي هو اللي لابس الشيرت الاصفر والمنتخب البرازيلي هو اللي لابس الاحمر، وما تخوفوناش بقى بالبرازيل وملوك السامبا وملوك الكوره وبتاع. والراجل اللي اسمه انشيلوتي منزل واحد كده قسما بالله العظيم اتقل من شكارتين اسمنت. الواد تقريبا اسمه تياجو المهاجم، وبيحاول يلعب على المرتدات ازاي وانت معاك لاعب اتقل من السلحفه اللي بنشوفها على ناشونال جغرافي. والحمد لله ان هو ما نزلش اندريكا ولا اي حاجه، ولكن غير كده شفنا التبديلات بتاعه محمد وهبي كان بيحاول يامن النتيجه نوعا ما ويحافظ على مجهود اللاعبين. نقطه حلوه بالنسبه للمنتخب المغربي، ولكن النهارده انا شفت اداء عالمي. انا شفت المنتخب المغربي النهارده بياكد لك ليه هو رابع العالم. شفت النهارده الراجل اللي اسمه محمد وهبي بيقرا المباراه دقيقه بدقيقه، عارف امتى يعلي الريتم، عارف امتى يهدي الريتم، عارف امتى يتحكم في الريتم. ولكن انا ما عجبنيش نوعا ما اناحي، حاسس انه ناحي كده تحس ان هو مصاب او اللاعب مش جاهز. الناحيه الشمال انا كنت حاسس ان هي هتتاثر بغياب عبد الصمد الزلزولي، ولكن في الشوط الاول انا شفت بلال الخنوس كان اون فاير. نفس الكلام مزراوي وشادي رياض يا جماعه قدم مباراه كبيره جدا. الراجل اسمه عيسى ديوب ده انا مش مطمن له الصراحه، كل لاعب في المنتخب المغربي عمل مباراه كبيره. شفنا النهارده كمان اشرف حكيمي، انت لعبت في كل حته الا المركز بتاعك في الشوط الاولاني. بعد ما تلقيت الهدف ابتديت تلتزم شويه يا عم اشرف وتفتكر ان انت ظهير ايمن، انت مكلف بمراقبه فينيسيوس جونيور، وكانوا بيعملوا عليك موقف 2 على 1 فيني وباكيتا. ولكن لما كان بيتقدم اشرف حكيمي كنت بتلاقي مفيش تغطيه كانت قليله شويه، اذا كان من شادي رياض ولا عيسى ديوب ولا العناوي ولا حتى الراجل اللي اسمه ايوب بوعدي، ما كانش حد بيغطي الحته اليمين قوي. ولكن شفنا في الشوط الثاني التزام تكتيكي بالنسبه للمنتخب المغربي. شفنا
شفنا المنتخب المغربي قدم جيم متوازن رغم الافضليه بتاعه المنتخب البرازيلي، ولكن المنتخب المغربي لعب المباراه ند بند. شابوه جدا للمنتخب المغربي اسود الاطلس، قدمتوا مباراه كبيره، نقطه حلوه جدا قدام منتخب البرازيل. وخلينا برضو قبل ما نختم نقول برضو شابوه للمنتخب القطري اللي عمل برضو النهارده مباراه كبيره قدام المنتخب السويسري، رغم ان المنتخب السويسري افضليته كانت باينه جدا في المباراه، رغم ان المنتخب السويسري كان قادر انه يسجل هدف واثنين وثلاثه، ولكن شفنا النهارده واخد بالك المنتخب العنابي في الدقيقه 95 خورخي بوعلام تقريبا اللاعب اللي من اصول الجزائريه بيسجل هدف التعادل، وقدر المنتخب القطري ياخد نقطه من المجموعه دي. ولكن غير كده لسه ما شفناش اي مواجهات عربيه، ولكن انا متفائل يا شباب، انا متفائل. بس اهم حاجه بس نلعب مبارياتنا ونعدي على خير، واهم حاجه نشجع بعض. ما هو احنا يا نشجع بعض يا اما نودع بعض، فاتمنى كلنا نشجع بعض وتهدوا كده وتصلوا على النبي ونحاول نحب بعض في المباريات اللي هنلعبها. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان كل منتخباتنا العربيه تصعد لدور ال 32 وال 16 وال 8 وليه لا، وان شاء الله نشوف منتخب عربي ينافس على المونديال. وخلينا اقول ان النهارده اسود الاطلس قدموا مباراه كبيره جدا جدا، اختمها بسقفه. تشوف البرازيل المغرب يلا مقارنه ولا نتيجه؟ اعطيني نتيجه، من ترشح؟ نتيجه المنتخب البرازيلي نرشحه يفوز بسداسيه نظيفه. سداسيه مباشره. محمد السادس سداسيه امس. فهمتني؟ هذه هي. شوف لا مجال للمقارنه بين المنتخبين. هذه المنتخب البرازيلي غدوه تبان اسكو عنده نيه باش ولا عنده امكانيه باش يقدر يفوز، لانه المباراه الاولى معياريه نوعا. الدرابو تاع الجزائر يعني راك تفول النهائي راح يجمع ان شاء الله البرازيل مع الجزائر في كاس العالم 2026. ديما لو الجزائر تفوز بثلاثيه ان شاء الله حماركي يسجل فيها محرز. وين يسجل ثلاثيه ان شاء الله في نهائي كاس العالم 2026 والله لا يسجل محرز. ما كاش مستحيل في كرة القدم، لا يوجد مستحيل. سؤال وانا معليش انا بدوري بوزي لك سؤال. نتايا كمواطن جزائري مناصر المنتخب الوطني قبل ما تكون محلل في القناه او صحفي صح، اي اللقاءين اللي دينا فيهم ديزونسينيومون اللي يساعدوا المنتخب الوطني باش يتطور؟ اتفضل. بارك الله فيك. ربحنا معليش ربحنا 1-0 وقتاش دار مقدمه مليحه عجبتني. قال مباراه هولندا معياريه وليست تجريبيه. يعطيك الصحه. وهذه البارح معيار تجريبيه يخليه تجريبيه تطبيقيه براهين سميها كيما تحب انت. عندك النظره تاعك لا تلزم رايك. فوالا انا شفتها انه هذه المباراه كانت مهمه للمنتخب الوطني سواء في تجربه. علاش مع الله هولندا شحال جربنا ملاعب، شحال دخلنا 7 ولا 8 هكذا. نفس الشيء مع بوليفيا. لا اسمح لي شوف عيب نقارن هولندا مع بوليفيا. ما راكش فاهمني في حاجه. لازم نكون واقعيين. ما يهمش المستوى المنافس. عشيه المونديال اعطاهم كاع 45 دقيقه في الرجلين ما عدا لاعبين. تشوف البرازيل المغرب يلا مقارنه ولا نتيجه؟ اعطيني نتيجه، من ترشح؟ نتيجه المنتخب البرازيلي نرشحه يفوز بسداسيه نظيفه. سداسيه مباشره. محمد السادس سداسيه امس. فهمتني؟ هذه هي. شوف لا مجال للمقارنه بين المنتخبين. هذه المنتخب البرازيلي غدوه تبان اسكو عنده نيه باش ولا عنده امكانيه باش يقدر يفوز، لانه المباراه الاولى معياريه نوعا ما، وان كان يعني التجارب السابقه علمتنا انه يعني لا. اقسم بالله دقيقه اصفق للمنتخب المغربي، يمين بالله يمين بالله. شكرا بحجم السماء على هذه المتعه اللي شفناها. المغرب باذن الله على المستوى هذا تقدر توصل النهائي، ما اقول لك نصف ولا ربع، نهائي تقدر تروح نهائي بالراحه. شكرا يا شيخي مغرب. زبده هذا ثالث يوم من كاس العالم كلنا عارفين. احتار الحين ما تدري وين تشوف المباريات. سهم تي في اسعارهم تبدا من 24 زايد، كود خصم يخصم لك 15%. مباريات كاس العالم، بريمير ليج الموسم الجاي، كل المباريات اللي في بالك وجميع الدوريات موجوده. فوق هذا مسلسلاتك وافلامك المفضله موجوده عندهم برضه. رابط كود الخصم موجوده في البايو، شيكوا عليها. منتخب المغرب يدخل التاريخ من اوسع ابواب. طول سلسله عدم خساره في المنتخبات تاريخيا المغرب تجاوزت ايطاليا ب 38 مباراه الى يومنا هذا بدون خساره من عام 2023، من 3 سنوات. تاريخ يا اسود الاطلس والله للتاريخ. والله فاموا يا المغرب، والله فاموا. هنيئا لكم يا الشعب المغربي، هنيئا على منتخبكم هذا الاسطوري. ما شاء الله تبارك الله. انا مش عارف اقول للمغرب مبروك ولا اقول له هارد لك، بس انا عايز اقول له شكرا ليك يا مغرب، وشكرا للاعيبه المغرب، وشكرا لكل مغربي اللي خلانا نقول ان الفوز على البرازيل بقى عادي. انت برازيل انا المغرب، بيلعب معاهم الند بالند عادي خالص. وريني اللي عندك وانا اوريك اللي عندي. ما شاء الله. انا عايز حد ياخد الكره من الاثنين دول، العيناوي وبوعدي دكر عدي منهم. جماعه سؤال بس، بوعدي ده عنده كام سنه؟ الراجل ده عنده 14 سنه.
اللي خد كازيميرو وخد ايبانيز وخد كله ده 18 سنه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عمرك ما هتبقى منتخب كبير من غير حارس كبير. الامن والامان ياسين بونو. ارفع راسك يا مغربي، عملت ماتش تاريخي وضيعت فرص كتير بس الحظ ما كانش معاك. ان شاء الله معوض وموفق امام اسكتلندا. يا اخوان والله المغرب تملك وسط تاريخي، وسط بعمر 18 سنه يا اخوان، شيء غير طبيعي، ورب الكعبه شيء غير طبيعي يا اخوان. عمر 18 دعس وسط البرازيل، دعس وسط البرازيل، دعس غير طبيعي غير طبيعي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. انا ماني مصدق ان ايوب ابو عدي عمره 18 سنه فقط، ماني مصدق ابدا على المستوى اللي قدمه. ما اصدق ان عمره 18 بس، والله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. يا اخي كرت احمر، كرت احمر قبل شوي وكرت احمر هنا، حرام والله العظيم حرام. والله العظيم 3. المنتخب العربي الوحيد في كأس العالم في أول 20 دقيقة ليه حسسني إن إحنا ينفع نصدق نفسنا ضد العالم ده هو المنتخب المغربي. المنتخب الوحيد اللي خلانا أصدق إن أنا ممكن أعمل أي حاجة في البطولة، إن أنا ممكن أوصل نهائي وآخد البطولة. إن شاء الله المغرب يكمل على خير. الله كريم. لما تلعب 2 ارتكاز، ايوب والعناوي، واحد عنده 18 سنه واحد عنده 24 سنه، الاثنين اول مره يلعبوا كاس عالم، وبيلعبوا على مين؟ بيلعبوا على كاسيميرو وعلى برونو جيماريش، والاثنين دول يطلعوا وينزل مكانهم دانييلو سانتوس وفابينهو المخضرم، وبرضه ما ياخدوش منهم حق ولا باطل. يبقى دي المغرب يا ساده. لما تمسك كوره على البرازيل تعمل استحواذ اكتر واكس جي اعلى وعدد تمريرات اكتر وتسديدات اكتر على المرمى، يبقى دي المغرب يا ساده. لما تبتدي مشوار كاس العالم ضد صاحب المقام الرفيع في كاس العالم، زي ذكر كاس العالم ذكرت البرازيل، ومع ذلك البرازيل تقول الحمد لله انها طلعت بنقطه، انها المغرب يا ساده. لما الحكم يحسب 10 دقايق وقت ضايع في الشوط الثاني، والمفروض نظريا ان انت اللي تستقبل اللعب عشان تحافظ على النتيجه، ويحصل العكس، انت اللي تزنق البرازيل والبرازيل تقفل عشان تطلع بالتعادل، انها المغرب يا ساده. مبروك للمغرب، فريق اخذ الكره الافريقيه والعربيه في حته ثانيه خالص. المغرب للتاريخ، المغرب. ارفع راسك يا مغربي، قسما بالله كل منتخبات العالم بتخاف تواجهك يا رجل. قسما بالله كل منتخبات العالم من كبيرها لصغيرها اصبحت تخشى مواجهة المغرب امام البرازيل. امام البرازيل يا رجل عم تتعادل المنتخب المغربي، عم بتعادل. ومش بس هيك، المنتخب المغربي يصبح اول منتخب بكل التاريخ 38 مباراة على التوالي بدون اي هزيمة. 38 مباراة للتاريخ يا مغربي، للتاريخ. ارفع راسك بهذا التعادل، ارفع راسك يا رجل امام البرازيل. انت عم تلعب امام واحد من اقوى المنتخبات بكل العالم، عم تتعادل معها. اطمن، انت طالع، انت ربع نهائي ونصف نهائي على هذا المستوى يا مغرب. اللي حصل في ماتش المغرب والبرازيل فضيحه وكارثه بالمعنى الحرفي. تخلي فينيسيوس هو رجل المباراه في ظل وجود ايوب بيعدي بكل اللي قدمه في المباراه النهارده. يعني لو ده مش هو مان اوف ذا ماتش، امال مين يعني؟ يبقى فينيسيوس يستحقها بالله عليك. عايز الفت نظرك ان فينيسيوس اللي خد رجل المباراه كان ليه لقطه بين الشوطين رفض فيها انه يعمل لقاء مع اعلاميين الفيفا، قال لهم هندفع غرامه، لكن انا مش هتكلم دلوقتي. تريكا لما جت اللقطه دي قدامه قال ان هو معاه حق. دي واحده من اسوء الحاجات في المونديال، ان اللعيبه بتطلع بين الشوطين تطالب ان هم يعملوا تصريحات. المغرب حرفيا كانت مجدده البرازيليين. عايزك تشوف معايا كمان لقطه نيمار وهو بيطلب تيشيرت ياسين بونو بعد المباراه. كل اللي قدمه بونو، خلي بالك ان الاثنين لعبوا مع بعض في الهلال. محمد وهبي اللي وصل المغرب النهارده المباراه رقم 38 دون تعرض لاي هزيمه، هي اطول سلسله لا هزيمه للمنتخبات حتى الان. لما اتسال بعد المباراه عن الشوط الاول الاستثنائي قدام البرازيل، قال لهم استثنائي؟ استثنائي يا جماعه؟ ده اللي احنا اشتغلنا عليه اصلا قدام النرويج، ان شكلنا النهارده ده هو اللي احنا خططنا له. قال لك كمان ان هدفنا ما كانش دفاع قدام البرازيل 90 دقيقه، بالعكس احنا لعبنا كره هجوميه. ريكا في القصه دي قال ان محمد وهبي قدم شخصيه كبيره جدا للمغرب في اول مباراه ليه في المونديال، وان الاداء الهجومي للمنتخبات بيحتاج وقت عشان تقدر تثبت فيه نفسك، لكن اللي قدمه النهارده محمد وهبي في اول مباراه ليه يكون بالشكل العظيم جدا ده قدام البرازيل، فهو يحسب لوهبي في المقام الاول. قال لك كمان ان الشوط الاول كان فيه استخلاص وكره سريعه وهجمات منظمه جدا من المغرب. الشوط الثاني مع التبديلات اصبح فيه انضباط اكتر وشكل دفاعي وارتكاز ممتاز جدا. الوجهين اللي انا شفتهم للمغرب واعاده التوازن كان شيء مثالي قدام البرازيل. لو وصلت لحد هنا تقدر تكتب لي تقييمك من 1 ل 10 منتخبنا المغربي في مباراته الاولى قدام البرازيل؟ بمعنى الكلمه المغرب تحقق اكبر انجاز عربي في التاريخ. الانجاز التاريخي اللي حققه منتخب المغرب لم يصل له لا منتخب ايطاليا ولا منتخب اسبانيا ولا منتخب الارجنتين ولا منتخب البرازيل. الانجاز اللي حققه منتخب المغرب هو انه اصبح صاحب اطول سلسله لا هزيمه في تاريخ المنتخبات ب 38 مباراه بدون خساره. منتخب المغرب لم يخسر من سنه 2023 حتى الان، والصدمه ان منتخب المغرب حقق هذا الانجاز امام البرازيل وفي كاس العالم. ¿Qué piensa del Morocco de hoy?
O jogo ele foi bem pegado, né? Mas eu acredito que sim que o Brasil foi bem no jogo, mas vamos esperar agora o próximo jogo para a gente sair bem. O Marrocos surpreendeu muito, né? No jogo todo. A gente não esperava, acredito que nenhum brasileiro esperava o posicionamento do Marrocos hoje e acabou chegando no empate, né? Parabéns ao time de Marrocos, hein? Pero que pensa del Roger Ibanez? Ótimo, né? Ótimo, muito bom. Bom, sim. Muchas gracias. Gracias. Obrigado. ابدعتوا يا رجال المغرب والله ابدعتوا 1-1 وفلت البرازيل من خساره تاريخيه امام المغرب. الفريق المغربي كان الافضل وفي الشوط الثاني في نهايه الشوط الثاني تم مدافع لاكثر من 8-9 دقائق. تعلموا من المغرب. رساله والمقاطع ديالنا هنايا. كنشكركم على جميع الفيديوهات اللي كتلوحوا ليا، كنشكركم على الدعم ديالكم المتواصل. نقولوا لكم في الاول ونقولوا لكم في الاخر.